وفي بداية فيلمنا ما تنساش تدعي لإخواتنا في غزة وتدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. فيلمنا بيبدأ بشاب اسمه جيك وبيكون مع أبوه في الغابة وبيدوروا على أكل، وده بيكون بعد نهاية العالم ب10 سنين، وبنعرف إن في فيروس انتشر وقضى على العالم كله، والفيروس ده خلى الكلاب تتحول لوحوش بتاكل أي كائن حي قدامها، وعلشان كده مش فاضل غير عدد قليل جدا من البشر والحيوانات على كوكب الأرض. ووقتها جيك وأبوه بيتحركوا بهدوء شديد، وده لازم يكون في حيوان قدامهم، ودي فرصة ما بتتكررش كتير، ولكن لما بيحاول الأب يصطاد الحيوان بالسهم بيفشل والحيوان بيهرب من المكان بسرعة. وبعدها جيك وأبوه بيكملوا في طريقهم علشان يدوروا على أي حاجة ياكلوها، وساعتها بيشوف الأب آثار على الأرض بتدل إن في ناس قريبين منهم، فبيمشي هو وجيك ورا الآثار دي لحد ما بيلاقي عربية واقفة قدامهم، وبيكتشفوا إن العربية فاضية ومفيهاش حد، فبيفتحوها بهدوء وبيفضلوا يدوروا جواها على أي حاجة ممكن تنفعهم. وساعتها جيك بيلاقي بسكوت وبياكل منه، ولكن فجأة بيكتشف إن أبوه مش موجود، فبيلف علشان يدور عليه، ولكنه بيدوس على كلاكس العربية بالغلط، وبيكون الأب واقف ورا العربية وبيستكشف المكان. وأول ما بيسمع صوت الكلاكس بيظهر عليه الخوف والتوتر، وده لأن الكلاب المتوحشة عندها حاسة سمع قوية جدا وبتتحرك بسرعة ناحية أي صوت بتسمعه، وعلشان كده جاله أبوه وبيدخلوا جوه العربية وبيقفلوا على نفسهم، وبتيجي الكلاب المتوحشة ولكن بتعدي من جنبهم وبتمشي لأن جيك وأبوه ما بيعملوش أي صوت. وبعد ما الكلاب بتمشي الأب بياخد جيك وبيروح عند كومة كبيرة من فروع الشجر، وبيظهر إن هما متغطيين الكوخ اللي هما عايشين فيه بفروع الشجر دي. ولما بيدخلوا جوه الكوخ بيروحوا جيك لأخته علشان يطمن عليها، وبيكون أخته تعبانة ونايمة على سريرها لأن هي مصابة بجرح كبير في بطنها، وبيديها جيك دواء ومسكن علشان يساعدها تخف بسرعة. ويوم بيروح جيك علشان يعمل حمام في صندوق الصرف الصحي، ولكن فجأة بيسمع صوت ورا منه فبيطلع يجري بسرعة وبيدخل الكوخ وبيبص من الفتحة اللي في الكوخ، وبتجيله حالة من الخوف الشديد لدرجة إن هو بيقع على الأرض من شدة الخوف. وساعتها بيصحى الأب من النوم وبيروح يبص من فتحة الكوخ، وبينصدم لما بيشوف مجموعة من الأشخاص قدامه اسمهم الصيادين، وبنعرف إن الصيادين دول بيصطادوا البشر وبياكلوهم علشان يفضلوا عايشين. فبيتحرك الأب بسرعة وبيلبس هدومه وبيلم شوية حاجات في شنطته، وبعدها بياخد ابنه وبنته وبيخرجوا من الباب الخلفي للكوخ، وبيمشوا كلهم جوه الغابة لحد ما بيوصلوا عند صندوق الصرف الصحي. وساعتها بيفتح الأب غطا الصندوق علشان ابنه وبنته يستخبوا جوه، وبعدها بيرجع الأب وبيهجم على الصيادين وبيقدر إن هو يضرب 2 منهم، ولكن بيجي قائد الصيادين وبيطعنه بالسكينة في رقبته. وبيكون جاك هو وأخته شايفين اللي بيحصل من فتحة الصندوق وبيحزنوا جدا بسبب اللي حصل لأبوهم، لكن محدش بيقدر يطلع صوت علشان محدش من الصيادين يسمعهم. ولكن جيك بينصدم لما بيشوف قائد الصيادين وهو بيفتش في شنطة أبوه، ولما بيلاقي فيها الدواء بتاع أخت جيك وبياخد الشنطة معاه. وبعدها الصيادين بيربطوا الأب في فرع شجرة وبيشيلوه وبيمشوا، ولكن القائد هو ماشي بيسمع صوت جاي من الصندوق، ولكن جيك بيحط إيده على بقها علشان يكتم صوت، أما القائد بيحاول يشيل الغطا بتاع الصندوق عشان يشوف ايه اللي جواه. ولكن جيك بيمسك الصندوق بكل قوته علشان القائد ما يقدرش يفتحه، ولما بيفشل القائد في انه بيفتح غطا الصندوق بيبص جوه، ولكنه لما بيشم الريحة الوحشة اللي جوه الصندوق بيبعد عنه وبيمشي. وبعدها جيك بيكون راجع للكوخ هو واخته، وبتكون اخته مغمى عليها من شدة الألم والتعب، فبيمسك جيك شريط الدواء علشان يدي لاخته منه، ولكنه بيلاقي الشريط فاضي. في اللحظة اليأس بيسيطر على جيك، وده لأنه هو عارف إن أخته لو ما خدتش الدواء هتموت، فبيمسك المخدة وبيكون عاوز يحطها على وش أخته علشان يقتلها، وده لأنه هو عاوز يرحمها من الألم اللي هي هتحس بيه قبل ما تموت. لكن أخته بتصعب عليه وبيغير رأيه وبيقرر يروح ورا الصيادين علشان يجيب الدواء منهم. وبيخرج بعدها جيك من الكوخ وبيمشي في الغابة، ولكنه بيتعب بسبب البرد الشديد وبيقع على الأرض. وساعتها بيشوف طفل وبيمشي قدامه وبيمشي وراه، لكن الطفل بيشوفه وبيخاف منه وبيجري بسرعة لحد ما بيدخل لمكان مهجور، وبيدخل في أوضة جوه المكان ده وبيقفل الباب وراه. وبيوصل جيك للمكان وبيشوف الطفل ده وهو مستخبي جنب راجل عجوز، واللي بيكون باين عليه إن هو مريض ومقدرش يتحرك من سريره. فبيكسر جاك باب الأوضة وبيدخل عليهم، وبيكون الطفل والراجل اللي معاه خايفين جدا لأنهم بيكون فاكرين جيك هيقتلهم، ولكن جيك بياخد هدوم الراجل العجوز وبيمشي. وبعدها بيكمل جيك في طريقه لحد ما بيوصل لمكان بيلاقي فيه كومة من الرماد،
وبيكون فيها عظام بشرية، وبيظهر إن النار لسه ما اتطفتش بالكامل. فبيفهم جيك إن العظام دي تبقى عظام أبوه، وإن الصيادين أكلوه بعد ما شووه لحمة على النار. فبيحفر حفرة في الأرض وبيدفن جمجمة أبوه فيها. بعدها بيتسلق شجرة عالية علشان يعرف مكان الصيادين، وساعتها بيشوفها على مسافة كبيرة مكان بيطلع منه دخان. فبيخمن إن هو المكان اللي هم عايشين فيه الصيادين، ولكن فجأة بيفقد توازنه وبيقع من فوق الشجرة وبيصرخ من شدة الألم. وبعدها بيسمع صوت الكلاب المتوحشة اللي بتكون سمعت صوت صرخته. فبيحاول يقوم من مكانه علشان يهرب، ولكنه ما بيقدرش يمشي على رجليه بسبب إصابته. ولكنه بيشوف الخشب اللي الصيادين كانوا مولعينه، فبيلاقي فرع شجرة بتكون لسه مولع. وبنروح للصيادين وبنلاقي واحد منهم بتعالج زميلها، وساعتها بيسمعوا هما كمان صوت الكلاب. فبيعرفوا ان الكلاب لقت حد فريسة وبيتهاجموها. وبيتحرك واحد منهم وبيبص ناحية الغابة بخوف، وبيكون واضح ان الست دي تبقى مرات القائد، لانه بيروح وراه وبيحط ايده على كتفها علشان يطمنها. وبنرجع على جيكو اللي بيكون قدر يولع النار، وبيحط عليها فروع خشب علشان تفضل والعة. ولما بيجي الكلاب الليل المتوحشة بيكون وصلت لمكانه، فبيمسك فرع شجرة مولع وبيبدأ يهاجمهم علشان يخوفهم وبيبعدوا عنه. وفعلا الكلاب بتخاف من النار وبتنكشي، وفعلا الكلاب بتخاف من النار وبتسيب المكان وبتمشي. وتاني يوم بيكون جاك نايم جنب النار اللي بقت رماد، ولما بيصحى من النوم بيمشي في الغابة علشان يروح عند الصيادين. ولكن وهو ماشي بيلاقي خيمة قدامه، فبيمسك صخرة وبيرميها على الخيمة دي علشان يعرف إذا كان في حد جواها ولا لأ. ولما بيتأكد إن مفيهاش حد جواها بيقرب منها وبيدخلها، وساعتها بيلاقي جثة شخص ميت وبتكون شنطته جنبه. فبيمسك الشنطة وبيلاقي جواها علبة كبريت وسكينة صغيرة وبيحتفظ بيهم. وبعدها بيفضي الشنطة كلها على الأرض وبيلاقي صفارة فبياخدها وبيحطها في جيبه. ولما بيكون خارج من الخيمة بيلاقي الطفل اللي هو شافه قبل كده قدامه، وأول ما الطفل ده بيشوفه بيخاف وبيهرب منه بسرعة. وبعدها بيكمل جاك في طريقه وبيشوف مرات القائد وهي بتملي مية من نهر، فبيمشي وراها لحد ما بتوصل للمكان اللي هم عايشين فيه. وبعد مرات القائد بتحط المية في الغلاية وبتمشي وبتسيب المكان، فبيستغل جيك الفرصة وبيقرب منها. وساعتها بتلاحظ إن في سلك شفاف في الأرض وبيكون مربوط في آخره جرس، وبيكون الصيادين عاملين السلك ده حوالين المكان علشان يحسوا بأي حد قرب منهم. فبيعدي جيك من فوق السلك وبيروح يدور على الدواء بتاع أخته، لكنه مش بيلاقيه. وفجأة بيشوف في المراية مرات القائد وهي بتهجم عليه بالفاس، فبيتفادى ضربتها وبتدور بينهم خناقة جامدة. ولكن جيك بيضربها بصخرة على دماغها وبيموتها. وبعدها بيدخل جوه الكرفان اللي بينام فيه الصيادين وبيدور جواه على الدواء. وأثناء وهو بيدور بيشوف القائد ورجالته جايين على المكان، فبيتحرك جيك بسرعة وبياخد جثة مرات القائد وبيحط عليها الفاس اللي كان معاها وبيسحبها بسرعة علشان يخبيها. ولكن هو بيسحب الفاس بيقع على الجثة. وبعدها جيك بيخبي الجثة ورا الشجرة وبيستخبى هو كمان وبيفضل يراقب اللي بيحصل. وبيتفاجئ جيك لما بيلاقي الصيادين خاطفين الطفل وبيستعدوا علشان ياكلوه. وبيشوف بعدها القائد هو بيفتح الصندوق ويطلع منه الدواء بتاع اخته وبيدي منه للراجل المصاب. وبعدها بيحط الدواء جوه الصندوق. وبعدها القائد بيقلق على مراته لان هي اتاخرت، فبيروح علشان يدور عليها عند النهر. وبالصدفه واحد من الصيادين بيلاقي الفاس اللي وقع من جيك لما كان بيسحب جثه مرات القائد. وقتها بيحس الشخص ده ان في حاجة غلط بتحصل، فبياخد زمايله وبيروحوا ورا القائد علشان يبلغوه. وبيسيبوا زميلهم المصاب لوحده مع الطفل. واول ما بيمشي بيدخل الراجل جوه الكرفان علشان ينام، فبيستغل جيك الفرصة دي وبيروح علشان يحرر الطفل. ووقتها الطفل بيصرخ وبيكون فاكر ان جيك عاوز يقتله، لكن جيك بيفكه وبيسيبه يهرب من المكان. وبعدها بيروح جيك عند الصندوق اللي فيه الدواء بتاع اخته، ولكنه بيلاقي الصندوق مقفول بالقفل. فبيحاول ان هو يكسر قفل ولكنه ما بيعرفش. وفجأة بيشوف القائد ورجالته وهم راجعين، فبيتحرك بسرعة وبيستخبى تحت الكرفان. وقتها بيتفاجئ القائد ان ما الطفل هرب، فبيقف للشخص المصاب قدام القائد وبيعتذر له عن هروب الطفل منه. لكن القائد بيضربه بالعصاية ضربة قوية جدا. وبعدها واحد من الصيادين بيلاقي جثة مرات القائد ورا الشجرة، فبيروحوا كلهم هناك. وبيرجع القائد وهو شايل جثة مراته، وبالليل بيحطوا الجثة فوق قمة من الخشب علشان يحرقوها. وبيكون القائد حزين بسبب موت مراته وبيكون قاعد يراقب اللي بيحصل. وساعتها بيلاحظ ان القائد لابس في رقبته سلسلة فيها مفاتيح، فبيفهم ان المفتاح ده هو مفتاح الصندوق اللي فيه دواء اخته. وبعد ما الصيادين بيولعوا في الجثة بيروحوا علشان يناموا. اما جيك فبيفضل صاحي لحد ما النهار بيطلع وبيتسحب بهدوء وبيدخل جوه الكرفان.
وأول ما بيدخل بيولع عود كبريت وبيقرب من القائد وبيمسك السكينة وبيقطع بيها السلسلة اللي مربوط فيها المفتاح. وبعد ما جيك بياخد المفتاح بيخرج من الكرفان وبيروح يفتح الصندوق وبياخد الدواء، وبعدها بيحطه على باب الكرفان وبيهرب من المكان بسرعة. لكن رجله بتخبط في السلك الشفاف والجرس بيرن، وساعتها بيصحى القائد على صوت الجرس، وبعدها بيكسر باب الكرفان وبيخرج هو ورجالته علشان يدوروا على الشخص اللي اقتحم المكان. وبيكون القائد عارف ان الشخص ده هو اللي قتل مراته وهو اللي ساعد الطفل عشان يهرب، وده بيخلي القائد متعصب جدا لدرجة ان هو لما بيشوف الشخص المصاب تعبان مش قادر يمشي بيضربه وبيوقعه على الارض، وبعدها بيدوس على دماغه برجله وبيموته. اما جيك فبيجري بكل سرعته لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه الطفل والراجل العجوز وبيدخل عشان يطمن عليهم، ولكنه بيشوف آثار الكلاب المتوحشة على الأرض. وبعدها بيلاقي جثة الراجل العجوز قدامه، فبيخرج من المكان وهو متأثر وحزين لدرجة إن هو مش بياخد باله إن في واحد من الصيادين جاي وراه. وساعتها الشخص ده بيضرب جيك على دماغه وبيغمى عليه، ولما بيفوق جيك بيلاقي نفسه متكتف ومرمي على الهوا. بيشوف الصيادين وهما بيستعدوا علشان يقتلوه، وبيشوف كمان شنطة قدامه فيها الحاجات اللي فيها واقعة على الأرض، وبيفضل يزحف لحد ما يوصل للسفارة وبيمسكها ببقه وبيفضل يصفر بيها. وهنا القائد واللي معاه بيترعبوا لأن صوت الصفارة هيخلي الكلاب تيجي على مكانهم، فبيطلعوا يجروا من المكان بسرعة. وبعدها بيلاقي جيك السكينة الصغيرة على الأرض، فبيقرب منها وبيمسكها وبيقطع بيها الحبل اللي هو مربوط بيه. وفي اللحظة دي الكلاب بتكون وصلت المكان، ولكن جيك بيستخبى ورا جذع شجرة والكلاب ما بتشوفوش. وبعد ما جيك بيطمن ان الكلاب بعدت عنه بيمسك الشنطة وبيتأكد ان الدواء لسه فيها. وفي نفس الوقت ده القائد بيكون هو اخر واحد من رجالته وبيكون خايف ان الكلاب تحصله وتاكله، فبيجرح الست اللي معاهم بالسكينة في رجليها علشان ما تقدرش تمشي والكلاب تيجي تاكلها. وفعلا بتاع الست دي على الأرض والكلاب بتحصلها وبتهجم عليها وبتاكلها، وبكده يكون القائد قدر يخلص اللي خاطر الكلاب المتوحشة. وبعدها هو والاتنين اللي باقيين معاه بيقسموا نفسهم علشان يدوروا على جيك ويقتلوه. وبعد شوية وقت واحد منهم بيشوف جزء من جسم جيك وهو مستخبي ورا الشجرة، فبيقرب منه بهدوء وبيضربه برجله، ولكن دي بتكون خدعة من جيك اللي بينط على الراجل من فوق الشجرة وبيفضل يضربوا في بعض بالقوة. وبعدها واحد من الصيادين بيشوف زميله وهو بيسحب جثة جيك، فبيروح له بيظهر إن جيك قدر يمثل إن هو واحد من رجالة الصيادين وبدل هدومه معاه. وأول ما بيقرب منه الشخص ده بيطعنه بالسكينة وبيموته، وبعدها بياخد القوس والسهم من الشخص ده وبيروح يدور على القائد. وأول ما جيك بيشوفه بيضربه بسهم في رجله، فبيقع القائد على الأرض وما بيقدرش يتحرك، ولكنه بيكسر السهم اللي في رجله بيكون في قمة غضبه. ولكن جيك بيقرب منه وبيصوب عليهم السهم التاني علشان يموته، ولكن القوس بيتكسر منه. وساعتها بيقف القائد قدامه وبيكون ماسك في ايده سكينة، فبيطلع جيك سكينة وبيستعد للهجوم على القائد. ولكن فجأة بيسمعوا صوت الكلاب وهي بتقرب ناحيتهم، فبيجري جيك بسرعة عشان ينقذ نفسه من الكلاب. وبعد ما جيك بيبعد من المكان بيلاقي قدامه تبة عالية وبيلاقي على الأرض فارغ طلقة رصاص، فبيفهم إن في حد قريب من المكان ده. وبيطلع جيك فوق التبة وبيشوف قدامه بيت كبير، وأول ما بيوصل عند البيت بيلاقي جثة شخص وبيكون جنبها مسدس، فبيفهم إن الشخص ده موت نفسه، فبياخد المسدس وبيدخل جوه البيت. وبيتفاجئ لما بيلاقي بندقية وجنبها ذخيرة، وبعدها بيدخل المطبخ وبيلاقي أكل كتير جدا فبيحطه جوه شنطته. ولكن فجأة بيسمع صوت جاي من وراه، ولما بيلف بيشوف القائد وهو بيدخل البيت، فبيرفع عليه البندقية عشان يقتله، ولكن البندقية بيتعلق منه. وبيستغل القائد الفرصة دي وبيهجم على جيك وبيدور بينهم قتال عنيف، ولكن جيك بيقدر يوصل للمسدس وبيضرب القائد بالنار وبيموته. وبعدها بيهرب من المكان بسرعة، وده لأن هو عارف إن صوت ضرب النار هيخلي الكلاب تهجم على المكان. وبيفضل جاك يجري بكل سرعته لحد ما بيوصل عند المكان اللي بيعيش فيه الطفل، فبيطلع من شنطته أكل وبيحطه قدام المكان ده، وده على أمل إن الطفل يكون لسه عايش وياكل منه. وبعدها بيوصل جيك عند الكوخ بتاعه، ولكنه بينصدم لما بيلاقي باب الكوخ مفتوح، فبيدخل بسرعة علشان يدور على أخته. وبعدها بيخرج جاك وهو مصدوم ومنهار لأن أخته مش موجودة جوه الكوخ، فبيقعد جيك جوه على الأرض وبيبكي لأنه بيكون فاكر إن الكلاب أكلت أخته، وبيكون حاسس بالذنب لأن هو ما قدرش ينقذها من الموت. ولكن بيظهر إن أخته لسه عايشة وبتيجي من وراه بتحط إيديها على كتفه. وبكده يكون نهاية فيلمنا النهاردة. سلام ونشوفكم في فيلم جديد.